ازيك يا برو؟ ازيك؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. اهلا بيك في فيديو جديد في سلسلة التايبوجرافي. دلوقتي زي ما اتكلمنا عن الاول ازاي كنا بنكتب الحروف، بعد كده بدأنا ان احنا نقول ايه الغلطات ان انا ما ينفعش اعملها. بعد كده حاجة احنا لازم ما نعملهاش ان احنا نعكس يعني ايه نعكس الكلمة؟ هقول لك. يعني انا مثلا كاتب دياب مثلا. حلو. حلو، انا كده كاتب مين؟ كاتب عم دياب. حلو قوي. جميل. فانا كاتب كده مين؟ مينا دياب. دي كده نقطتين الياء اهم والب. حلو كده. حلو. ما ينفعش بقى اجيب انا في الاول الب، اكتب ب في الاول، بعد كده الالف، بعد كده آه، ي مثلا كده. ورايا القوانين بس ايه عشان نفهم بس الدنيا. اعمل لك المنظر ده كده، اقول لك ياب. ينفع انا بقرا ازاي اصلا؟ من اليمين للشمال ولا الشمال لليمين؟ فانا ما ينفعش حاجه زي كده. بعد كده ما ينفعش احرف او ادي شكل ممكن يكون صح. مع حرف ينفع، يعني ممكن يبقى صح لما يتحط مع حرف تاني يدي حاجه غلط. يعني مثلا الحاء والميم ما ينفعش يبقوا جنب بعض بشكل معين. ازاي؟ يعني انا ممكن اكتب الحاء والميم كده، مثلا اكتب كلمه حمل مثلا. ممكن اكتب كلمه حمل. حلو. بعد كده هل انا ممكن اعمل بقى الميم كده؟ جميل. جايب بقى الحاء اعملها كده. حلو. كده بقت كلمة هل، ودي بقت كده حمل. فأنا لما أجي أقرأ حاجة زي كده مش هفهم. دي حاجة أنت لازم تحذر منها، إن أنت في حروف ما ينفعش إن أنت تحطها مع التانية. يعني الحاء أنا ممكن عادي جدا أحطها مثلا مع ب أو ت أو حاجة زي كده بالمنظر ده عشان أقفل إيه؟ مساحات. ينفع زي ما قلت لكم قبل كده. يعني مثلا الشكل، يعني الشكل ده يشبه لمين؟ للكاف. الكاف الناحية التانية. حلو. فان انا ممكن اعمل كده دي ح جميل او جيم او ما الى ذلك في الاشكال الايه اللي انا بعتها لكم قبل كده، واللي برضه هتلاقيها في الديسكريبشن تاني تحت في الفيديو. وبكده يا برو نبقى كده خلصنا قاعدتين تانيين. تابعني عشان نشوف باقي التريكس بتاعتنا بمادة الخطوط. وسلام يا برو.